هي دي بقى يا جدعان، هي دي بقى جنوب افريقيا يا جدعان، البعبع اللي كله عمال يقول السكسي فوتبول والناس الجامده والناس التقيله والناس اللي بتعمل وبتسوي وي 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 وي. اخرهم فاضي يا جدعان اقسم بالله، يعني منتخب عادي جدا واقل من العادي اقسم بالله. هتقول لي الفيلم الرعب اللي عشان الشوط الثاني اقسم بالله استحواذ سلبي يا دوبك كورتين ثلاثه واحنا كنا بنلعب عليهم يا جدعان. اقسم بالله يا جدعان منتخب مصر عامل لحد دلوقتي بطوله تقيله قوي والله العظيم. يا جدعان في ايه؟ عايزين نثق في نفسنا شويه. انا عارف ان احنا عشنا فيلم رعب الشوط الثاني وربنا يسامحه محمد هاني يعني. الناس كلها جابت سيرته بكل خير لما اتطرد بامانه، بس يا جدعان نثق شويه في نفسنا. وبعدين يا جدعان قبل اي حاجه كده، كابتن محمد شناوي، يا كابتن ده يا شناوي ده، يا لهوي يا شناوي. انت هو انت يوم ما تسكت العالم كله تسكت العالم بالطريقه دي؟ الشناوي النهارده عمل ماتش، مش هقول لك ماتش من احسن ماتشات السيزون له، ده ماتش من احسن ماتشات تاريخه حرفيا. الراجل مش هقول لك ان هو كان بقى عمال يصد كل شويه كره تجيله، هو اصلا صد كورتين ثلاثه دول اللي جم عليه، انما الراجل كان اصلا قاطع عليهم ميه والنور من اول ما الكره ترفع عرضيه الراجل بيطلع يمسكها اصلا. الراجل كان قافلها يا جماعه على جنوب افريقيا يا جماعه النهارده. ايه الحلاوه دي؟ اول لعيب لازم نشيد بيه النهارده يا جماعه محمد الشناوي. هو حرفيا هو مصر كلها ما كانتش واثقه فيه، خلينا نكون صريحين في البدايه كده، مصر كلها والمصريين كلهم ما كانوش واثقين فيه بنكله بامانه يعني. هو محدش كان عايزه يلعب بصراحه، بس الراجل النهارده اثبت هو ليه قيمه ثابته وليه الراجل بيلعب. واحنا نتبسط بكده، نتبسط كده. محدش يا عم اصلا بيبقى عايز يجي ينتقدك ولا حد عايز يتخانق معاك يعني ولا يدخل معاك في عركه ولا اي حاجه. الناس بتشجعك اصلا، فطبيعي اللي بيشجعك هيبقى عايزك تبقى كويس بس كده. والراجل النهارده بصراحه عجبني يعني. ده اكتر ماتش كنا خايفين منه لان دي اكتر فيها اغلبيه اللعيبه اللي بيلعبوا في سان داونز، واحنا عارفين لما بنلاعب سان داونز ايه اللي بيحصل والشناوي بيبقى غلطاته كتير ازاي. الراجل لا النهارده الشناوي يا جماعه بوفون في الجون. هقول بوفون ليه؟ الشناوي هو الشناوي، ما هو الشناوي طول عمره تقيل، طول عمره تقيل. الراجل في عمر ال 37 سنه يثبت بقى للعالم كله هو مين الشناوي بقى. عمل ماتش من اقوى ماتشات تاريخه حرفيا يا جماعه النهارده. حلاوه ودلال ودلع يعني. اي حرفيا الشوط الثاني كان فيلم رعب علينا كلنا كمصريين، وكلنا كل شويه عمالين يا عم صفر في اخر الماتش صفر، وكنا رعب. وكل ما يصدوا كوره انت لو تشوفوا اقسم بالله كميه الناس اللي عماله بتسقف للشناوي وكله بيحتفل بكل كوره يمسكها. كان رهيب يا جماعه النهارده رهيب. ونتصدر يا معلم اول المجموعه ومنتخب مصر بالفوز على جنوب افريقيا 1-0 بهدف محمد صلاح. نتصدر اول مجموعه واول فريق يصعد من المجموعات. وده اول ماتش حقيقي واول ماتش بجد لحسام حسن يتقال عليه ماتش ان هو تقيل. والراجل نجح، نجح بنسبه مش هقول لك 100%، نجح بنسبه 90%. الراجل جات عليه ظروف كتير، كان قدامه تحديات كتير، من اول طبعا الظروف دي كابتن محمد هاني. اهلا وسهلا كابتن محمد هاني اللي بيستكتر علينا اي فرحه. يعني انت يا راجل لسه بتلعب حلو وعمالين، وانا كنت مبسوط وانت بتلعب بقول الراجل بيلعب حلو قوي، وانتوا هاتوا عمال يدخل في صراعات بدنيه وياخد الكوره وبتاع. ايه الحلاوه دي يا محمد هاني؟ وجات لنا ضربه جزاء بيلنتي كده سبحان الله من السما، ولا كنا واخدين بالنا اصلا منها ان هي بيلنتي. والراجل رجع للفار وحسب لنا البيلنتي ومحمد صلاح دخل حطها واتبسطنا قلنا الله اكبر، ده احنا هانهين بقى جنوب افريقيا. احنا الشوط الاول كنا قاطعين عليهم ميه ونور. كابتن محمد هاني قام جه لا انا لازم اخد طرد دلوقتي، انا عندي ميعاد يا رجاله الساعه 6. وقام خد بعضه دخل غبيه بصراحه، تستاهل طرد بامانه، تستاهل طرد. الراجل اتطرد طبعا في الدقيقه 45. وابدا بقى يا معلم الشوط الثاني كله وانت مطرود منك لعيب. بس الصراحه كابتن حسام حسن نجح في ان هو يمتص الحوار ده، ونجح ان هو يأهل اللعيبه نفسيا، ودي اهم نقطه بالنسبه لي. يعني هو بعد الشوط ما خلاص الحكم صفر نهايه الشوط الاول ودخلنا بقى ايه الاستراحه وكده، كله بقى كان متوقع المنتخب هينهار الشوط الثاني ولا هنعمل ايه. عجبني قوي كابتن حسام حسن قام منزلك امام عاشور العب في رايت باك، انت لعبت فيها قبل كده برضه برغم من عدم جاهزيه امام عاشور انه ما كانش مقنع بنسبه 100%، بس الراجل نزل وادى. والراجل ده اهل اللعيبه نفسيا، اهل اللعيبه نفسيا. واللعيبه نزلت نبدا احنا بس من الشوط الثاني كده. اللعيبه نزلت بقى يا جماعه الشوط الثاني بامانه. يعني اللي انا شفته الماتش اللي فات لما كنت بقول اللعيبه تحسها طريه، اللعيبه ما بتعرفش تدخل في الالتحامات في بتاع وكده، اللعيبه عملت عكس كل ده بتاتا. اللعيبه ده انا كان اقسم بالله بيطيروا لعيبه جنوب افريقيا، اقسم بالله انا ما كنتش مصدق اللي انا بشوفه، اللعيبه بتاعتنا بتعمل كده. ايه الجمدان ده؟ الراجل بقى نزلنا وبتاع ولعبنا جامد جدا. ومحمد صلاح كان محطه، ما كانش عجباني الحته دي. محمد صلاح كله على بعضه قد كده يا اسطى يعني، بس الراجل كان بيحاول يعني، خد كوره اتنين وبتاع وهي سلكت الحمد لله.
وكنا والله بنروح بهجمات خطيره، وكنا بنحاول كتير، حاولنا في كذا كوره، بس طبعا بسبب النقص العددي وان احنا ما بنهاجمش كفايه وكده. فكنا ايه يعني، احنا اغلبيه الشوط الثاني كنا مكمبرين، عشان اكون صريح معاك احنا كنا سايبين لهم الكوره، خد يا بقى احلى كوره معاك وذكر هات جون. وده حرفيا اللي احنا كنا بنلعب بيه، ادخل شيل ادخل شيل، فاولات قشطه عادي، يلا نروح نروح نروح. وكان بصراحه ماتش دشمله، والملعب بصراحه حلو ويفتح النفس، والحكم برضو الماتش كان حلو النهارده. يعني كوره ياسر ابراهيم دي، ولا كان حسبها بلنتي ده كان هيبقى فيها حوار تاني بصراحه. يعني الكوره دي ما ينفعش انها تتحسب بلنتي، الكوره دي لازم كانت تكمل عادي. الراجل حاطط ايده على الارض كده، ايده لامسه الارض قبل ما الكره تيجي في ايده، فهي طبيعي في قانون الكوره ما بتتحسبش. نرجع بقى تاني للشوط الاول لبدايه المباراه. طبعا كلنا في بدايه المباراه احنا كمصريين عموما عارفين ان مع كابتن حسام حسن انت اول ربع ساعه اللعيبه بتبقى نازله واخده دفعه، ومصر بتبقى ماسكه الماتش فعلا، راكبه الماتش من الاخر، وبص عامله كل حاجه في الماتش بامانه يعني. المهم بدانا الماتش، مصر طبعا نازله، انا طبعا بقى حاطط في دماغي جنوب افريقيا بقى، انا ما كنتش بتفرج لهم على بصراحه على ماتشات بامانه عشان ما اكذبش عليك. انا كنت حاطط في دماغي ان جنوب افريقيا بقى الفريق انت فاهم اللي هو ايه، هينزل ماسك كوره وبتاع، وانت ايه نازل مقفل وكده، وكابتن حسام حسن نازل بحمدي فتحي ومروان عطيه، ودي كانت واقعيه الصراحه، لان هم ناس بتلعب حلو على الارض وكورتهم حلوه على الارض، فطبيعي ان انت تبقى نازل معاهم ناس تقيله تسند معاهم، وكان معاهم زيزو قدام، وزيزو بصراحه يا جماعه لا استغنى عنه بامانه يعني، ولعب برامي ربيعه وياسر ابراهيم ناس فاهمه بعض وكده، ده مش عيب ولا تقليل في حسام عبد المجيد، بس حسام عبد المجيد لسه محتاج ثقه اكتر وكده، ومحتاج تناغم وكده. لعب محمد هاني ومحمد حمدي طبعا، ومرموش وتريزيجيه وصلاح. مصر بدات اقسم بالله هي عملت شوط اول تاريخ، اقسم بالله انا اقسم بالله قاعد بتفرج على الشوط الاول كده عمال اقول هي دي جنوب افريقيا، يعني هي دي بقى المنتخب البعبع اللي كله عمال يتكلم ده منتخب تقيل، ده منتخب مش عارف ايه. عيب يا جدعان، عيب يا جدعان، ده احنا مصر يا جدعان، عيب والله. ولا ولا عمل اقسم بالله اي نوش ولا النكش اللي بيقول ولا حاجه. نلعب كاملين، كابتن حسام حسن بامانه عاجبني قوي الطريقه اللي هو موظف بيها اللعيبه. محمد هاني يلعب على الطرف، هيبقى هو ايه من الطرف اكتر، صلاح يضم شويه وبتاع تك تك، ومرموش كان عالمي قوي. يعني انا لو هلوم كابتن حسام على حاجه هيجي انه طلع مرموش، يعني بقى ممكن تطلع صلاح يا عم، ما كانش عندي مانع. صلاح كان مستواه عشان نكون صريحين، صلاح كان مستواه متواضع بامانه، عشان نكون صريحين مع بعض. صلاح مش في التوب فورم، يعني الشوط الاول كان هو اقل لعيب، وضربه الجزاء جت وعلت التقييم والدنيا حلوه وبتاع، بس صلاح مش هنكدب على بعض صلاح مستواه مش احسن حاجه بامانه. نكمل، عمالين نلعب يا معلم والدنيا حلوه، اللعيبه حلوه بامانه والفرقه حلوه، واحنا اقسم بالله لو كسبنا شويه ثقه وبقى عندنا شويه ايمان بنفسنا كده، احنا هنقدر نعمل حاجات جامده، ومش بعيد نبقى في نفس قوه المغرب لو قابلناها. انت دفاع عندك رجاله بتلعب، في نص الملعب معاك رجاله، حمدي فتحي ومروان عطيه النهارده قدموا مجهود بدني رهيب رهيب رهيب، اقسم بالله الرجاله كانت في نص الملعب مسامير كده في نص الملعب، كانوا قاطعين ميه ونور على اللعيبه. والواد اللي هو الاقرع اللي في جنوب افريقيا ده شبه عبد الصمد ده، مش فاكر اسمه ايه والله، واد غلس قوي، بس كانوا عاجبني داخلين فيه شمال. ومحمد حمدي الماتش اللي فات كنا بنلوم عليه دفاعيا، لا الراجل ده الماتش ده حلو. حتى امام عاشور لما نزل الراجل ادى، محمد شحاته لما لعب مكان امام عاشور في الرايت باك الراجل ادى برضه. معاك رجاله بصراحه في الملعب. انت الشوط الاول كنت عامل شوط اول بروفيشنال لحد ما جه مستر محمد هاني بوظ كل ده، ربنا يسامحك، مش هنقول غير كده بامانه، يعني ربنا يسامحك وتهتقنا لوجه الله، عشان احنا ما بقيناش ناقصين بامانه ولا بقينا فايقين للهم اللي انت معيشنا فيه ده. يعني خلينا ندخل بقى الماتش الجاي، انا عارف ان انت الماتش الجاي خلاص بالنسبه لك انت حاسم، بس انا عايزك تخلص اول مجموعه، وكده كده الامور اتسهلت اكتر بتعادل زيمبابوي وانجولا مع بعض 1-1، فانت الدنيا بقت ايزي بالنسبه لك يا معلم. فالماتش الجاي ده المفروض يكون تجربه لينا، يكون تجربه لينا، نشوف بقى نلعب باحمد عيد، نلعب بشوبير نريح الشناوي، نلعب بحسام عبد المجيد الماتش الجاي نديله، نلعب بفتوح، نلعب في نص ملعب بلعيبه جديده شويه، نبدا مثلا بمهند لاشين ومحمد شحاته عادي جدا. الماتش الجاي انت لازم تدي لامام عاشور الماتش كامل، تلعبه طول الماتش عادي جدا. عايز تريح صلاح الماتش الجاي ريحه يا ريت، يعني صلاح باين برضو ان هو تفهمش هو نفسيا الموضوع نفسيا ولا جسديا فعلا ولا ايه، محدش فاهم، بس اهو بينجاري الدنيا وخلاص. واقسم بالله يعني انت تخيل الماتش ده لو كان مرموش بقى هو اللي بيلعب مكان صلاح، احنا كنا هنشوف مرموش يا جماعه الشوط الاول. لا 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 لا، الراجل رهيب برضو يا جماعه، مرموش رهيب، وتريزيجيه كويس برضو، حلاوته دفاعيا اكتر، هو هجوميا مش بينفع هو على قد ما دفاعيا بينفع. بس الصراحه
ماتش يعني الواحد يقيمه لحسام حسن 8 من 10. اول اختبار حقيقي ليك، واجهت فيه ظروف صعبه، طرد اللي مش عارف ايه اللي مش عارف ايه، وقرارات تحكيميه بصراحه. يعني كان في اول كره المرموش كده الراجل دخل، لو انت هتطرد محمد هاني فالكره بتاعت الراجل ده طرد برضه، الراجل باين قوي ان هو داخل متعمد وعايز يوقع مرموش، فيعني عيب. والراجل لعب فاول حلو قوي بامانه، يا ريتها جت دي في الجون، بس ما علينا. لعبنا ماتش حلو وضمننا الصعود كاول مجموعه، اول فريق في افريقيا كلها يصعد، وماشيين واحده واحده. والله لو فضلنا بالمستوى ده وكل ماتش بنكسب فيه ثقه اكتر، ولو واثقين في نفسنا اكتر هنقدر والله ناخد البطوله دي. هي مش بعيده والله، التنظيم حلو، الحكام كويسين مش وحشين، الظروف مش ضدك ولا حاجه، الدنيا كويسه وفي لقطات طريفه كل شويه، والدنيا كانت في اللذيذ منه. فاحنا نقدر والله العظيم نخلص البطوله دي، ونقدر نعمل بطوله حلوه جدا وناخدها بكل سلاسه كل قوه. والمنتخبات العربيه فعلا باين ان هي نازله عايزه تسقر لكل السنين اللي فاتت دي، وعايزه تعمل بطوله قويه. منتخب مصر اول مجموعته الفريق يتاهل، والقادم اجمد باذن الله. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم.